سؤال مهم جدا، اعمل رياضة ولا لا في رمضان عشان ما افرهدش وما تعبش؟ طب ولو هعمل رياضة، ايه افضل وقت اتدرب فيه وايه افضل رياضة تناسبني؟ نصايحي ليك في نقط. طبعا ما توقفش رياضة في رمضان مش معناه ابدا انتخى وقلة حركة. اي تمارين عالية الشدة كنت بتعملها قبل رمضان ومتعود عليها بنعملها طبعا بعد الفطار. يفضل طبعا تمرينك يكون وانت اكل وشارب وهايدريتد وجسمك داخله طاقة عشان لا تدوخ ولا تتعب، وده ممكن يكون بعد الفطار بساعتين ل3. اي تمرين قبل الفطار يكون قليل في الشدة وقليل في المدة، وطبعا نقرب التمرين لميعاد الفطار قدر المستطاع، وده طبعا عشان اعوض عضلاتي ومخازن الجلايكوجين في جسمي بالطاقة اللازمة عشان اتجنب تكسير العضل والدخول في اي هايبوغلايسيميا او نقص السكر في الدم. وهيفضل طبعا الامن ان انت تتدرب وانت اكل وشارب بعد الفطار ب3 ساعات. يا سلام بقى على التمرين كده بعد صلاة التراويح، بيرفع معدل الحرق، بيحسن الدورة الدموية، بيحسن النفسية، بيحسن هضمك جدا وبيحسن نشاطك. ارجع بقى من المشي ده ومن الحركة او من الرياضة لازم تاخد سناك فيه بروتين زي مثلا لبن رايب او زبادي، وفيه كمان فاكهة عشان تاخد كربوهيدراتس بتاعتك اللي جسمك محتاجها. نصيحة اخيرة، اي تمارين شديدة او جديدة مش بنبدأها في رمضان، بنكمل بس على التمارين اللي جسمنا متعود عليها من قبل كده. قولي بتتمرن في رمضان ولا لأ؟ وايه افضل وقت بيريحك في التمرين؟